خليني أسأل الأستاذ أحمد سمير عن موقف حزب النور، وهو من المفترض أنه موقف ضعفت قوته ضمن التيار الإسلامي بشكل عام بعد 30 يونيو. لكن احنا ملاحظين أنه زي ما البعض بيقول أشبه ما يكون بفيتو على كل القرارات تقريبا. اعترض على تولي الدكتور البرادعي رئاسة الوزراء، أصر على 3 مواد في الإعلان الدستوري على الأقل متعلقة بدين الدولة والشريعة ومواد الهوية بشكل عام. أيضا اعترض على الدكتور زياد بهاء الدين كرئيس حكومة. يعني ملاحظين أنه له يد فاعلة بالكامل في صناعة القرار السياسي الآن. إيه تفسير الأستاذ أحمد سمير؟ هو حزب النور طول عمره من بدايه ثوره 25 يناير وهو حليف لجماعه الاخوان المسلمين. لما لقى ان خلاص في ثوره هتقوم على جماعه الاخوان المسلمين يوم 30/6 قرر ان هو يتخلى نسبيا عن تحالفه مع جماعه الاخوان، فساب قواعده وقاعده في رابعه العدويه وذهب للتفاوض مع المجلس العسكري ومع جبهه الانقاذ. وبالتالي قرارات حزب النور غير متزنه. هو مش عارف هو مع المعارضه ولا هو كان مع النظام، بس هو موقفه ثابت من ثوره 25 يناير ان هو حليف لجماعه الاخوان المسلمين. هو دخل في 30/6 مع جبهه الانقاذ والفريق عبد الفتاح السيسي والمجلس العسكري في المفاوضات علشان يعطل بعض القرارات ويحاول ان هو يطول الفتره الانتقاليه شويه لحد ما التيار الاسلامي يتعافى مجددا مره اخرى. بس حزب النور حاليا هو معطل لكثير من القرارات. احنا مش عارفين ليه هو بيعمل كده. اعترض على تولي الدكتور محمد البرادعي في البدايه. ايه مصدر قوته استاذ احمد؟ ان هو كان موجود شارك معاهم في الاجتماع اللي كان قبل 30/6. يعني هذا فقط ولا اعتمادا على قواعد في الشارع؟ لا، هو حزب النور حصل فيه انشقاق دلوقتي. وربما هناك يعني تلويحات بقدرته على استخدام الشارع في مظاهرات، في اعتصامات، في رفع سلاح في بعض المناطق. هل ترى ان هذا امر وارد؟ هو حزب النور حاليا مشارك مع جماعه الاخوان المسلمين في تظاهرات رابعه العدويه. هو قوتهم خلاص هي دي اللي موجوده في رابعه العدويه. هو لا يلوح باستخدام قواعده في الشارع، ان هو بيستخدمها فعلا. القيادات بتقعد مع جبهه الانقاذ ومع المجلس العسكري، تعقد صفقات معاهم وتتفق معاهم، وقواعد الحزب قاعده مع رابعه العدويه في اعتصام رابعه العدويه. فموقف حزب النور متأرجح ما بين ان هو موجود معانا دلوقتي في بعد 30/6 كمشارك في الحياه السياسيه، وموجود برضه مع جماعه الاخوان المسلمين كمطالبه بعوده الدكتور محمد مرسي.